السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم بغيت نشارك معكم كيكه كيتو بدون دقيق بدون سكر بمستخلص ستيفيا اللي صايبنا هذيك النهاريات المخفف. انا نصايب معكم ان شاء الله المركز اللي كديروا منه غير نقيطات، اما هادو تقدر دير منه بزاف لان باقي فيه الماء دير منه بزاف، ولكن اللي بالنقيطات كديريها نقطه هكا في الكاس كيحلي لك بزاف. هو صراحه ساهل، غتشدوا هذاك اللي صايبنا وتزيدوا تركزوه مزيان حتى يتقال. غادي يجيب لكم هي مثلا تقريبا غيولي هذاك الشيء كامل اللي درناه يولي غير كاس، ولكن كتحطوه منه غير نقيطات نقيطات. كنتمنى يعجبكم. غادي نبداو بالكيكه ديالنا، غنحتاجو فيها 2 بيضات، غادي نخفقوهم مزيان حتى يطلعوا، وغادي نضيفو لهم ربع كاس ديال زيت الزيتون. زيت الزيتون تقدروا ديروا حتى زيت الزيتون ديال الطياب عاديه ماشي مشكل، ما كيبانش النكهه ديالها. ونزيدو نخلطوها شويه، وغادي نديرو هذاك مستخلص ستيفيا المخفف. انا درت 4 المعالق وسقيتها من بعد بمعلقه ومعلقه والماء في الاخر، عليها غتجيني معتدله. ولكن الا درتو غير 4 المعالق وما سقيتوهاش في الاخر راه ما غاتجيكمش معتدله، تجيكم ناقصه. شوفوا نتوما كديروا، نتوما كتذوقوا تشوفوا الطعم اللي مناسب لكم. انا درت هنايا 4 المعالق، وفي الاخر غادي نسقي لان كتعجبني انا مسقيه. نخلطوه شويه، ما نخلطوش بزاف لان ما عندناش السكر اللي غادي نطلعوه، ونيت باش ما يمشيش لينا الهواء من البيض. وغادي نضيفو نصف كاس ديال القهوه. من الاحسن القهوه تكون خفيفه، ما تكونش هذيك القاصحه باش ما تحيدش لنا الطعم ديال الحلاوه، وفي نفس الوقت حنا بغينا درناها على وديت باش تطلع لنا المذاق ديال الشكلاط. تقدروا ديروا الفاني وتقدروا تحيدوا كاع القهوه وديروا حليب بجوز الهند مع الفاني حتى هو غيجي زوين. صافي غادي نديروا كيسين ديال الكاكاو المر او ملعقتين كبيرتين، نخلطوهم وغادي نضيفوا الكوك ديالنا. الكوك بالنسبه للكوك راه كيختلف النوعيه ديالو. انا مولفه كندير 2 كيسان مع 2 بيضات، ولكن هذا راه جاني ناشف بزاف، فبالتالي ديروا بشويه بشويه. ديروا الكاس الاولاني وخلطوا وبقاو غاديين كتزيدوا، ما ديروش دقه واحده. نضيفوا ليه كيس ديال خميره كيميائيه، او تقدروا ديروا الصودا وتفعلوها بالحامض، وقبصه ديال الملح، هي رشه ديال الملح. نخلطوه مزيان ونخليه شويه يشرب باش نشوفوا واش كينشف ولا لا. انا هنايا نخليه واحد شويه يبان لي راه ناشف، وزدت ليه نصف كاس ديال الماء وصافي نخلطوه. هنا نوريكم كيفاش كيجي القوام ديالو بالمعلقه باش تعرفوه. هو راه واخا كيجي هكا بحال مفرتت، ولكن راه فاش كتشدو بالمعلقه ما بين معلقه ومعلقه كيكون مجموع. كنتمنى تكونوا فهمتوني. خاصو يبقى فازك شويه هكا. وباش يكون الفيديو ديالنا مفيد اكثر كنتمنى تصليو على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبكم وتقولوا سبحان الله والحمد لله. قالب مدهون بزيت الزيتون غادي ندخلوه للفرن مسخن من قبل 180 درجه. انا الفرن ديالي كيشعل من التحت ومن الفوق، درتو في الرف التحتاني. خليته تقريبا ما كاملاش واحد 10 دقائق وطاب. هي قيسوها، راه غتخشيو فيها شي عود ولا موس ولا شي حاجه غتبان لكم راه نقيه. كنقادو السطح ديالو. كنتمنى لي شي واحد كيعرف كيفاش نحيد هذاك الدهون اللي لاصقه على هذا ديال السيليكون، راه كنعيا نحك، لكن ما يكونش بشي مواد كيميائيه. بغيت شي حاجه تكون طبيعيه باش ماشي ناكلوا شي حاجه ضرنا. اول كيك ديالنا وجد. انا هنايا غلفت هذيك بلاستيك الغذائي باش ما تدارش ليا. اول كيك ديالنا كيجي صراحه زوين. انا متعمدت انني نديرو قدامكم باش تشوفوا ان راه زيت الزيتون ما كتلصقش في المول، راه كيطلع دغيا دغيا. دابا غادي نقطعوه هو سخون باش نوريه لكم، ومن بعد غنوريه لكم وهو بارد. هنايا راه قطعته وملي جاي برد راه كلينا منه، عاد ما وريتش لكم شي واحد 2 طراف راه تكال منه. ها هو كيجي بحال هكا، راه كيجي صراحه زوين 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 بزاف. ولكن الا درتو هذيك ستيفيا غير 4 المعالق راه غتجيكم مسوسه. انا راه سقيتها من بعد باش ماشي تقولوا لي راه جات مسوسه، راه سقيتها. وبالنسبه للحلاوه ديال ستيفيا راه هي ماشي بحال السكر يلا كتذوقها كتجيك حلوه، راه يلا كتذوقها كتستطعمها عاد كتبدا تطلق لك حلاوه في فمك، ومن بعد كتبقى لك في فمك. اكيد نتوما عارفين اللي كيستخدم ستيفيا راه عارفها وعارف كيفاش كتجي، ولكن هذا راه ما كتجيش فيها المروره. هنايا سقيتها، درت شويه ديال الماء ودرت شويه ديال ستيفيا وسقيتها. انا راه كنحاول نقتصد عليها كندير فيها الماء، ولكن تقدروا الا ديروها هكاك. انا كنحاول نقتصد عليها باش تبقى ليا، لانه اللي مجرب انه ما كاينش السكر كيولي اي حاجه جات عنده كتقتصد عليها. انا مازال مولفه انني راه كنشري سكر ستيفيا غالي فكنقتصد عليه. مازال ما ولفت انه راه رخيص، راه 20 درهم نقدر نصايب. المهم انا بغيت نوري لكم كيفاش كتجي. صراحه كتجي زوين زوين زوينه. الا سقيتوها الا ما سقيتوهاش راه غتجيكم شويه ناقص السكر، او غيجي الطعم ديالها دابا معتدل. كنتمنى تعجبكم. الناس اللي جاو من تيك توك شكرا لكم بزاف، عرفتي شكرا على التعاليق اللي علقتوا ليا، يعني صراحه بزاف بزاف شكرا لكم. وكنتمنى اليوتيوب يعجبكم ويجيكم زوين وخفيف على قلبكم. كنتمنى هاد الكيكه تجيكم. هي شوف كي كتجي من اللي كنقطعوها ملي هي مسقيه كتجي صراحه زوينه، ولكن راه كما كنقولها ونعاودها راه انا سقيتها بالستيفيا، الا ما سقيتوهاش غتجيكم مسوسه. كنتمنى يعجبكم وشكرا لكم بزاف.